مين فيكم اللي مسيطر في العلاقة؟ انت ولا فلوسك؟ في مصطلح بحبه جدا اسمه financial freedom، الحرية المالية، وهي ان انت اللي تسيطر على فلوسك مش هي اللي تسيطر عليك. وده بيبدأ بتحديد الأهداف. على بلاطة كده، عايز تجدد عربيتك أو تستثمر أو تتجوز، كلها أهداف تحترم. بس عشان توصل لهدفك محتاج تيجي على نفسك. انا جاي لك من بكره وبقول لك تغييرات بسيطه لو عملتها النهارده هتفرق كتير بكره. يعني ما تروحش تشتري موبايل بالقسط عشان عليه خصم 20%، وفي نفس الوقت هتدفع فوائد 100%، ده غير المصاريف المستخبيه، وكده انت دفعت اكتر من ثمن الموبايل مره ونص اقل حاجه. طب لو انت فييس ومعاك قرشين زياده كل شهر، استثمر بالفلوس دي احسن. ساعتها انت هتجيب الموبايل كاش بعد مده بس هيقف عليك ارخص من القسط. ما تمشيش ورا جمله الفلوس بتيجي عشان تتصرف، عشان الفلوس هتبطل تيجي وهتروح. بس لازم تشيل قرش على جنب وتستثمره بالطريقه اللي تنفعك، والقرش يبقى قرشين. لو الفلوس اتشالت على جنب من غير هدف هتنام. صحصحها باستثمارك في اصول تحفظ قيمتها زي الذهب والعقار. اخر حاجه هقولها لك، جرب، عشان التجربه هي اللي هتعلمك. وزي ما الدنيا كلها بتتقدم وبتبقى اسهل، كمان الاستثمار بقى اسهل ومن الموبايل. ممكن تنزل ابلكيشن تستثمر فيه زي بكره، ومش محتاج مبلغ كبير، ممكن من اول 100 جنيه تبدا تحدد اهدافك، وساعتها هتقدر تحكم